الا بغيتي تحملي خاصك ضروري تنقي الرحم ديالك، وبهاد الوصفه هادي ان شاء الله غادي تنقيه وغادي تحملي وتسمعي كلمه ماما ان شاء الله. بهاد الوصفه اللي تتشوفوا كاين هنايا، ما تقولوش راه شي حاجه خايبه ولا هادي، بالعكس هادي صالحه المراه اللي بغات تحمل والمراه اللي يلاه عاد ولدت، ينقي ليها الرحم ديالها. فبقاو معايا ان شاء الله، راه غادي نعطيكم الوصفه ناجحه 100%. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو هذا تاع اليوم، فيديو خاص للنساء اللي بغاو يحملوا كما يعني كالمعتاد امل فيلالي بالوصفات الطبيعيه. فهاد الوصفه هذه يا اختي غادي تنقي لك الرحم وغادي ترحمي لي عليها الوالدين ان شاء الله، وتساعد ايضا على الحمل. اذا على بركه الله عندنا العسل اختي، وعندنا تماك حبرشاد، وعندنا الكمون، وعندنا الحبه السوداء، وعندنا هنايا الزنجلان. ها نتوما كما تشوفوا الزنجلان، اللي ما عندهاش الزنجلان تقدر تعوضه بالحلبه حتى هي، راه في هذه الوصفه هذه فعاله ان شاء الله. اذا غادي ناخذ وقتي معلقه وغادي نديرو شويه تاع حب رشاد. هانتوما غادي تشوفوا البنات الكميه اللي غادي ندير. شويه تاع حب رشاد، معلقه تكون نص معلقه صغيره بحال هكاك، او لا معلقه كبيره. الرويس ديالها هانتوما انا غادي ندير كل حاجه في بلاصتها، غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. الوصفه كيف عودتكم، ديما الوصفات تاع امل الفيلالي راهم زوينين، و لا يعلى عليهم. معلقه تاع الكمون يعني تكون صغيره بحال هكاك، و شويه تاع الحبه السوداء. هانتوما تشوفوها غير شويه، ماشي بزاف، ماشي معلقه، راس المعلقه صغيره. وغادي نديرو هنايا هاتاني الزنجلان، او كيف ما قلت لكم الحلبه. تقدروا تعوضوا الزنجلان بالحلبه، راه حتى هاد الوصفه هذه راها رائعه الا درتوها حتى بالحلبه. وصافي يا اختي غادي نخلطوا كلشي بمعلقه كبيره تاع العسل. ها غادي نعطيكم انا، راه العسل كان في الثلاجه، هذاك الشيء علاش ولا يعني جامد بحال هكاك. تقدروا الثوميه تخليه غير على جنب، ملي تبغيو تحتاجوه هزوه وخلطوه نيشان بحال هكاك. شوف غادي ديروا معلقه كبيره وغادي تخلطوا بها هذا الخليط هذا، كيف ما كيف ما في الصوره بحال هكا. غادي تخلطوا كامل هاد الوصفات، وان شاء الله انت غادي غتاخديها النهار الاول من الدوره الشهريه. او بالنسبه لهذه المراه اللي بغات تحمل، بالنسبه للنافسه غادي تاخديها اختي نهار غادي فاش غتولدي، ديك 3 ايام ولا 4 ايام دوز، وعودي تشربيه بحال هكاها على الريق. هذه المراه اللي نافسه اللي بغات تحمل تشربوا النهار الاول من الدوره الشهريه، تشربوا دوزوا بكاس تاع الماء. لا داز لك هكاك راه مزيان، ما داش لك يعني بقى عالق، شربي معاه كاس تاع الماء يكون دافي، وضروري نخلطوا معاه معلقه تاع العسل، ونشربوا هاد المكونات بالنيه ديال الحمل. وان شاء الله راك غتحملي يا اختي، غير تبعي الوصفات بانتظام وما حملتيش هاد الشهر، ماشي نهايه الكون ان شاء الله. الشهر الجاي علاش لا. وديما ديري يقينك بالله، وتلقي صوره مريم في الدار، وعودي تقراي الادعيه، عودي تقراي القران، اي حاجه تقربك الله سبحانه وتعالى بالنيه ديال انك تحملي، فديريها اختي كاع ما تخافي الحمد لله الحمد لله. راه كاين اسباب، شوف راه كلشي تاع الله سبحانه وتعالى، ولكن حنا تنبقاو انسان والحمد لله. مهم ها هو اختي كاس تاع الماء غادي تدوزيه مع هاد الوصفه هذه، وان شاء الله يكون خير. دابا غادي ندوزو البنات للوصفه الثانيه مرافقه مع هاد الوصفه هذه، غادي تعودوا توضاو بها. هذه ديال التوضيه اللي غادي نعطيكم دابا من وراء هاد الوصفه. هذه وصفه باش توضي بها، تقدري تشربيه ماشي مشكل. واحد المكون رائع حتى هو، يا غزال غزال غزال. هذاك تقدري ديريه حتى ما تبغيش تحملي، تقدري ديريه توتيه، يعني بنتي يا مراتي يا كل شيء. المهم هنا غادي ناخذ الماء غليان، ها هو تتشوفوا فيها اختي. غادي نديرو فيه هنايا واحد المعلقه هكاك ديال الشيح.
الشيح معروف عليه تينقي الرحم، الشيح معروف عليه واحد العشبة اللي هي رائعة، وكانوا تيستعملوها الجداوات ديالنا في تنظيف الرحم، تيستعملوها في بزاف حتى في الفم. الا كانت شي رائحة تقدري تمضمضي به فمك، تقدري دهني به رجليك، راه هو علاج، تقدري يعني راه فيه منافع كثيره 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 كثيره. غادي ديريها اختي في واحد الطنجره، وغتحاولي انك تغطيه باش البخار ديالو ما يمشيش في الهواء الطلق. حنا هذا البخار هذا هو اللي بغينا. انا غادي نوريلك اختي شنو غادي ديري به دابا نيت، فين غادي تديه وشنو غديري به. كان عندك بانيو ديريه حتى في البيت بحال هكا، وخلي داك الهواء يطلع معاك، وخلي داك البخار يطلع معاك. او لا كيف ما تقدري ديريه هنايا في هاد تقولي لي الباطير او لا في الطواليط اعزكم الله، تقدري ديريه وتجلسي يعني، وما تخليش كاع الهواء يخرج. وراه داك البخار هذا غادي يطلع معاك، وان شاء الله غادي تحسي بواحد الراحه. وكل شيء البنات راه غادي يتنقى لك الرحم ديالك. ولا بغيتي تحملي راه يقدر، الا بغيتي تحملي وما كان عندك حتى حاجه، وكان الرحم ديالك مايل يعني مائل، الرحم مائل ماشي يعني في الوضعيه ديالو، تقدري ما تحمليش. تبقاي تقولي تيا هو علاش ما حملتش، علاش هذه. هي راه غير الرحم اللي مايل لك، وتقدري تهزيه حتى بالهزه نتاع الوالده، حتى هو راه تينفع بزاف 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 باش انك تحملي. صافي يا اختي، ها انت الشي حتى هو غتجيبيه، غادي تطل، غادي هذاك الهواء داك البخار عفوا طلعيه معاك، وان شاء الله يكون خير. وما تخافي حتى من حاجه. وصفه اللي هي رائعه، وصفه اللي هي غزاله. ونتمنى انك تجربي وصفات امل الفيلالي، وتدعي معايا وتقولي لي رانا اختي حملت بهذه الوصفه. هادو جوج وصفات لتنقيه الرحم تساعدان على الحمل. ايضا اي حاجه كانت عندك في الرحم ديالك راه غادي تحيد باذن الله. شوفي غير الطريقه وتبعي الوصفه كيف ما هي، وما تخيبيش اختي، ما تخيبيش مع امل الفيلالي. فالبنات نتمنىكم انكم فعلا تدعموني هنايا في القناه، حقاش بصح شحال هذا ما حطيت فيديوهات، لحقاش ما كاينش تشجيع، ما تشجعونيش. هذاك الشيء علاش. المهم اختي غادي نخليكم بخير وعلى خير. تبعوا الوصفات بجد كيف ما هما، راه كاينين وصفات بزاف اختي. دخلي للقناه وراه غادي تلقاي وصفات للحمل، وراه حتى هي تساعد على الحمل ان شاء الله. وفا خليتكم على خير البنات، وبسلام عليكم.